بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في الوصفة جديدة. بالنسبة للوصفة تاع النهار اليوم هي مملحات بريستيج، وجديهم وحمرين وجهك بهم في رمضان إن شاء الله، وخبي الوصفة. وبالنسبة لمقادير الوصفة تاع نهار اليوم، عندنا كمية تاع الفرماج، هنا حوالي 3 حبات تاع الفرماج، أي كمية اللي تكون عندك متوفرة في الدار. عندك 2 حبات تاع البيض، كمية تاع الزيتون إيفيلي، تحبي تزيدي زيتون كحل انتي وش عندك في الدار. هنا عندي نصف كأس تاع الحليب عادي ما نورمال يكون بارد من فريجيدار. عندنا ربع كأس تاع الزيت، وعندي وحدة فارينة، وحدة خميرة الحلويات. بالنسبة لهاد المملحات بريستيج نجيبو هاد المول اللي يكون عندها، تجيب هاد المول، اللي ما عندهاش تقدر ديرهم شغل كاب كيك في المول تاع لي مادلين. هنا درت البيض، ما نديروش بزاف الملح لاخاطش الزيتون مالح، وما ننساوش بلي الفرماج مالح. ومن بعد نزيدو نديرو لها لا كريم فرomاج من الفوق. خلط مليح البيض ديالي ونضيف له الزيت. هنا راني شعلت الكوشه تاعي غير بديت الخدمه ديالي. بالنسبه اللي عندها دجاج، يعني شويه بولي اشي، ولا عندك شويه ليسكالوب، تقدري تضيفيه في هذه الوصفه. حتى الطون تقدري تضيفي الطون تاع الزيت، تصفيه برك من الزيت تاعو مليح، وديري كميه الا حبيتي تكون فيها حاجه تاع دجاج ولا لحم. نخلط كاع المكونات، نزين نضرب مليح هذاك الفرماج حتى يذوب كامل. هنا صفيت الخميره ديالي كما تعودنا والفارينه، ونخلط. هاد الوصفه ما تاخذلكش ساعه، وهي وجدت تمتم وجدها وبريزونطابل، وتجي ما شاء الله وبنينه. البنه تاعها سورتو الزيتون ايفيلي يعطيها واحد البنه الله يبارك. نجيبو ليمون تاوعنا زين نعمر مغرفه ونص في في كل مول. ما نعمرهاش كامل للفوق، خاطش كي تنتفخ لي الشكل تاعها يولي ماشي شباب. نسيم ما نعمروهاش كامل للفوق، حوالي مغرفه واحده صغيره ولا مغرفه ونص. نضربهم هكا مليح مليح باه يحبط الخليط ويتساواو. ندخلهم الكوشه ونوجد لا كريم فرomاج اللي نزين بها. بالنسبه للكريم فرomاج ديالي عندي كاس تاع الحليب ومغرفه كبيره تاع لا مايزينا. هنا الفرماج غتجيبي تاني الفرماج اللي عندك. انا هنا عندي فرماج غابي يعني نابولي، اسكرفشتو، وعندي 2 حبيبات تاع الفرماج. هنا مع التالي باه نديرو فلفل كحل، رشه تاع جوز الطيب اللي عندها، ورشه تاع الملح. قلنا ما نكثروش بزاف الملح لاخاطش الفرماج ما ننساوش بلي مالح. شوفوا هنا راح ديتها بعد ما عقدت لي، درت لها مغرفه صغيره تاع الزبده، وضفت لها تمتم الفرماج باش يذوب لي، خاطر هذاك الفرماج عابي لازم يذوب مع هذيك السخانه باش يعطي البنه ديالو. خلطت مليح رشه الفلفل الكحل، ودوك نزين بيهم المملحات ديالي. انا ميكسيتها مليح باه يدخل كامل الفرماج في لاكريم فرomاج ديالنا. غير يخرج المملحات ديالي نزينهم، وكل وحده تزين على حساب ما تحب. هاهم ليك المملحات تاعنا بريستيج، يحمروا الوجه ويشرفوا كما نقولوا، حاجه شابه تحطيها فوق الطابله. والبنه تاعهم الله يبارك ما شاء الله. نتمنى انه تجربوا هذه الوصفه وشاركوها مع اصحابكم والعائلات تاعكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.